يعطيكم العافية. اليوم نحن 12/11/2022 الساعة 3 تقريبا بعد الظهر. هاي الخلية عنا رقم 72، هاي ملكتها ملكة 2022. نحن حاليا على موسم الطيون وموسم رحيق الموز. طيون أغلبه بيجي حبوب لقاح، في رحيق ولكن مش بالشكل المطلوب اللي النحل بيفتح عليه وبيبني شمع. فهذا البرواز هذا حطينا اساس الاسبوع الماضي ما شاء الله. هذا رحيق الموز، هذا النحل هيك وهون هيك. هذا رحيق الموز، النحل نشتغل عليه غير شكل. عندنا هذا البرواز اللي قبله، هو كله للشتوية. هذا رحيق موز على الميلين. هون في حضن الذكور شوي. عسل الموز مهم جدا بهالفترة. يقال عنه انه النحل بيهبط بسببه، لكن هو لانه لا يوجد حبوب لقاح. بس لما بيكون في حبوب لقاح بنفس الفترة النحل يبدع. هذا سمكة النحل، سمكة البرواز. هذا عسل الموز مخطط. هون السماكة مبينة كيف النحل مسمك البرواز، بس ما قرر انه يعمل شمع زيادات، لانه انا كنت حاطط له هذا البرواز الاساس، على اساسه اشتغل. حطيته بجنب عش الحضنة ليبني النحل، ولكن قرر هو انه يعبيه عسل ويوسع عش الحضنة اللي بالداخل. بس يعبيه عسل ويكون بعش قريب عش الحضنة، يكون النحل ما عنده الاستعداد انه يضحي ويبيضه على ابعد مكان عن هون. يعني هون وهون وهون بيكون عش الحضنة. هون عنده الهيئة النحل استشعار انه في برودة بهالليل بدها تصير او في شي موجة باردة، فلذلك حافظ على هذا المكان وما قرر انه يبيض هون. نقل عسل من هون بيكون الهلالات العريضة وحطهم هون وما قرر انه يبيض. وهلا بنشوف البراويز الباقي. يا رب. هذا الملقط مهم جدا على فكرة. هذا برواز حضنة، حضن الذكور هون وهون حضنة. وعندنا هاد نحركه شوي. احنا لحد هلا حبوب اللقاح بعدها بعز عطائها. نشوف هون النحل اللي جاي من برا. هذا اللون الأورانج هو حبوب لقاح طيون. ننفخها شوي على الخفيف وبنشيل هذا البرواز الحضن الثاني. هذه حضنة حتى بعده محافظ على الهلالات العسل اللي كنا بنحكي عنها، حافظ على مستوى معين من البيض بهالبراويز النصانية. مثلا نشوف هون كمان بهذا البرواز خلية مثل هاي لازم لها كمية هاي العسل عشان تقطع الشتوية، لأنه البيض عندها شي مهم. هذا بعده بيض صغير، يرقات صغيرة. هذا بيض الذكور ما فقست لأنه الحضنة بتفقس قبل. مثل ما هو معروف حضنة العاملات 16 يوم، الملكات 16 يوم، حضنة العاملات 21 والذكور 24. هذا خبز النحل اللي هو حبوب لقاح
موضوع بالعيون السداسية ومحطوط عليه عسل وبيتخمر مع الأنزيمات وبيطعموه لليرقات، يرقات الذكور ويرقات العاملات بعد 3 أيام من الفأس. يعني بتفقس أول 3 أيام بيطعموها غذاء ملكي مثل أي يرقة، وبعد 3 أيام يعني باليوم الرابع بتبلش حبوب اللقاح تدخل مع العسل، مع الرحيق يعني، مش مع العسل لأنه العسل كثافته بتكون أعلى من الرحيق. الرحيق ممكن بخففه بمي لتقدر اليرقات تستوعبه وتاكله. فهذا البرواز قبل الأخير كمان من عش الحضنة، هذا بيكون في حبوب لقاح أكتر كمية، عادة ترتيب النحل بيكون. وبالبرواز الأخير هذا حبوب اللقاح موجودة بين الحضنة، إنه عادة ترتيب النحل هيك، عسل على الأطراف ما شاء الله، عسل على الأطراف، حبوب اللقاح، بيبقى عش الحضنة يعني عسل بعسل يمين ويسار. حبوب لقاح بحبوب لقاح بيكون عادة بالخلية اللي بتكون بالربيع، بيبقى عش الحضنة بالوسط. بالشتاء هلأ بهذه الفترة اللي نحن فيها مقبلين على موسم الشتوية ببلشوا بيضغطوا كل الحبوب اللقاح قريبة على عش الحضنة، وعش الحضنة بيكون هون عنا. العسل بيكون بعيد، ببلش يستخدم النحل من هون لجوا بالحالات العادية. بأيام البرودة العالية ببلش يستخدم الهلالات العسل اللي هي موجودة حد عش الحضنة، بصير يعني استهلاكها قريب جدا. إذا عمل عنقود شتوي على الساحل، وهي نادرا اللي عم تصير، بيصير بس بيعنقد بمكان موجود عنده عسل، مبقاش يتحرك منه لهذا العنقود. لا كانت راحت الشتوية أو الموجة الباردة اللي بتكون موجودة. ويعطيكم ألف عافية.